رجعنا من الفاصل وعايزين بقى نعرف مين اللي كان بيسندك، خصوصا انه اكيد طبعا في فترة الجواز والشغل في حاجة بتيجي على حساب حاجة او ما بتجيش على حساب حاجة، قدرتي تنظمي ده ازاي؟ عايزين نعرف ده عشان الناس تبقى فاهمة طيب ماشية بصي، ازاي. طبعا في الاول اكيد البيت بيغلب. يعني خلينا نقول في الاول والولاد صغيرين طبيعي ان انا كنت مهتمه بالبيت اكتر، يعني ما لان كمان هم بنتين ورا بعض، فطبيعي ان انا مهتمه اكتر بالبيت. بعد كده بدأ يحصل شويه توازن بمساعدات طبعا، يعني اهلي لكل شيء، وجوزي طبعا كفايه ان هو كان مستحمل يعني هذا الوضع. بس يعني عدت بمامتي كانت بتقعد بولادي. ان الجزء بتاع الشغل كنت بحاول اتوازن برضو، انجز اسرع لان مش لازم اتاخر عشان في التزامات اخرى، بس ما ينفعش كمان اجي على الشغل. فطبيعي ان انا هنجز اسرع، هبقى مصحصحه شويه زياده، يعني مش بضيع وقت جوه ساعات العمل يعني، عشان اقدر اروح في ميعاد مناسب. لان برضو الولاد هم صغيرين الوضع بيبقى مختلف أكيد. بس طبعا بمساعدات الكل الحقيقه. يعني انا برضو كنت محظوظه احتمال اكتر من غيري، ان والدتي واخواتي هم اكبر مني، فكلنا كنا يعني بنساعد، وكله كان بيشتغل، فاحنا مراعيين ظروف بعض. وانا والدتي عشان كانت بانكر برضو، فكانت عارفه الموضوع ده، وحظنا كان كويس ان هي كانت في الوقت ده بدات خلاص، يعني طلعت معاش فمتفرغه لينا وللبنات وللولاد كلهم، فده طبعا ساعد كتير. ازاي بقى البنات دخلوا القطاع البنات؟ اقنعتيهم ولا هم كانوا لا حابين والله بقى ما ده؟ اقنعتهمش خالص، وانا مش مع انا مش بفرض عليهم حاجه. بس دايما البنوك يعني البنوك عددها كبير، وبتستوعب عماله كبيره من اللي بيتخرجوا من الجامعات، وهم الجامعات بتاعتهم انترناشونال، فكان كان يعني اسرع ان هم تو جوين بنوك، بما ان انا وباباهم كمان في بنوك. فلا يعني كان اسرع ان هم يروحوا. هم الحقيقه الاثنين الاول كانوا في بنوك، بعدين واحده سابت البنوك وراحت شركات زي ما كملتش، الفينتكس قالت وكده. لك اتعلمت الحق يعني، بس كانت عايزه تاخد بقى مجال حاجة تانية. مختلف يعني. التانية في بنك لغايه دلوقتي، بس بصراحه مش فارضين عليهم حاجه، يعني هم حرين، هم يبقوا بيبدعوا بس يعني. طبعا ده اهم بالظبط حاجة. بالظبط. طيب دلوقتي انت مديرة، واكيد بيبقى فيه تحت ايدك عمالة كتير او بيجوا موظفين. بيبقى عندك مشكلة الموظف اللي جاي ولد او بنت؟ لان في ناس كتير بتقول لك لا بلاش البنت عشان بتتجوز وبتخلف لا وبتاخد اجازات خالص. كتير، فمش هتدي زي الشاب او الراجل. عندك المشكلة دي او قابلتيها ازاي؟ ولو قابلتيها عالجتيها ازاي؟ لا ما عنديش طبعا افضليه، يعني انا بشوف الكفاءه يعني في الاساس. حتى لو كده طب ما كلنا لازم هنستحمل بعض. احنا مديريننا كانوا بيستحملونا، يعني انا كنت مديرتي كانت واحده ست، وبعدها مديري الاخر كان واحد راجل. دايما كان بالعكس لما بيبقى عندنا ظرف